Hello guys, hello mes cookies. J'espère que vous allez bien. ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم موضوعنا مهم بزاف وممكن يمس اي وحدة فينا. اليوم رايحين نهضروا على العلاقات السامة وكيفاش تعرفي باللي انتي راكي في علاقة سامة او علاقة توكسيك، باختصار علاقة غلط بدون ما تحسي. الو خليكم معايا للنهاية، نهضر معاكم بكل عفوية وكأننا صحابات ورانا قاعدين نقصروا. بس على الهضره اللي غادي نقولها لك اليوم صاحبتك واختك ما غاديش تقولها لك، ويمكن اليوم تفهمي حاجات كنتي تتجاهليها من قبل. شوفي، قبل ما ندخل في التفاصيل لازم نفهموا حاجة مهمة. با توت لي رولاسيون اللي تبدا بارفي وجميلة معناها انها غادي تكمل جميلة. كاين علاقات تبدأ بالحب والاهتمام والكلام الحلو والمعسل، مي افيك لو طون كلش يتبدل. والعلاقة السامة ماشي لازم تكون صراخ ضرب ولا فيولونس، ولا احيانا تكون هدوء بصح داخلك حرب. علامات ما لازملكش تتجاهليها. خليني نهضر معاك بصراحة، اذا كل مرة تبكي اكثر من تضحكي، وإذا تولي تخافي تخسري شخص أكثر من خوفك تخسري نفسك، إذا دايما انت اللي تحتضري حتى كي ما تكونيش غلطانة، إذا تحسي روحك صغيرة قدام شخص لازم يرفعك مشي يطيحك، هنا لازم توقفي لحظة وتفكري واسم هذا العلاقة لك فيها، هاد العلاقة لك فيها، واش هذا حب ولا تعب نفسي وجسدي؟ علاش نبقاو في علاقات تضرنا؟ ماشي لاننا ما نفهموش، بصح لاننا نتمسكوا بالامل، نقولوا بلاك يتبدل، بلاك يفهم، بلاك نكون انا السبب ونصلح روحي. بصح الحقيقة القاسية هي اللي يوجعك اليوم غالبا غدوة راح يزيد يوجعك اكثر. والحب الحقيقي كيفاش يكون؟ الحب الحقيقي ماشي صراع، هو راحة، امان، احترام ودعم. الانسان اللي يحبك بصح ما يخليكش تبكي كل ليله وتقولي انا لازم نتحمل وانا معليش ومنا. لا لا، هنا ما يليق تراجعي حساباتك حبيبتي. وهكذا نوصلوا لنهايه الفيديو، وقبل ما نغلقوا حابه نشكركم كامل. اذا وصلتي لهنا يعني فعلا كنتي معايا خطوه بخطوه، وهذا الشيء فرحني بزاف وميرسي بوكو مابيل. حابه نقول لك حاجه من قلبي، في هذه الحياة ماشي دايما لازم نكونوا في علاقات باش نحسوا بالقيمة تاعنا، وماشي كل حاجة توجعنا معناها لازم نتحملوها ونكملوا فيها. كاين فرق كبير بين الحب وبين التعلق، وبين شخص يحبك ويرتاح لك وشخص يخليك دائما في صراع داخلي. ويمكن في فيديو هذا خلاك تفكري في أمور ما كنتيش حابة تشوفيها، بصح مرات الحقيقة تكون مؤلمة. وكما قالوا ناس بكري، دير على الراي اللي بكيك وما تديرش على الراي اللي يضحكك باسكو يضحك عليك. كما قلت لكم الحقيقة لازم تكون مؤلمة باش تفتح لنا عينينا. واذا حسيتي بلي هذا الكلام لمس قلبك ما تبخليش عليا يا عميرتي بالكومنتار وقولوا لي، قولي لي واش هي اكثر فكرة اثرت فيك اليوم. نحب نقرأ آراءكم ونفهمكم أكثر. وإذا حبيتي فيديوهات كما هكاك، مواضيع واقعية ونصائح وقصص من الحياة، ما تنسايش ديري لي لايك وسبسكرايب وتفعلي الجرس باش توصلك كل جديد. ونحبكم بزاف ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. خليكم ديما إيجابيين وخلي قلبك ديما يختار الراحة قبل أي شيء. باي باي.